يا الله، دلني إليك كما تدل قمرا تائها إلى مداره، وطيرا مهاجرا إلى بلاده، وعبدا عاصيا إلى إيمانه، وليلا طويلا إلى نهاره. يا مالك الملك وكلتك أمري، واستودعتك همي، فبشرني بما يفتح مداخل السعادة إلى قلبي. يا رب، بشرني بالخير كله عاجله وآجله يا خير المبشرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. وحشتوني كتير كتير. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا راح على فين يا ام مالك، بتعملي ايه يا ام مالك، كل حاجة هنعرفها مع بعض في الفيديوهات، ومش سايبالكم قصقوصة كده، يعني كل حاجة هحكيها لكم بعدين. دلوقتي انا فضيت جزء كبير اوي، يعني انا من رمضان تقريبا كنت بفضي النيش علشان مفيش حاجات تتكسر، يعني لا قدر الله. الحمد لله حاجات بسيطة اوي اللي اتكسرت. لفيت كل حاجة بقى، اكياس قديمة بلف بيها، طرح قديمة بقيت الف بيها، وزي ما انتوا شايفين دلوقتي يعني فاضل حاجات بسيطة اوي من البلاستيك فبشيلها، وحاجات من الفخار او الحاجات اللي انا كنت بستخدمها مؤخرا طلعتها، وببتدي بقى اشيل كرتونة كرتونة. وبرضو ما باجي اقفلهم بحط كرتونة فوق الوش بحيث تخف الضغط على الكرتونة ذات نفسها لو حطيت كرتونة تاني فوق منها. واحسن حاجة بقى تربطي تقفلي يعني بيها الكراتين اللي هو السوليتيب بكر العريض ده. بصي هيريحك جدا في، يعني في الاستخدام في اي حاجة يعني بصراحة. لكن ناس كتير كانت بتتعب نفسها وتستخدم الحبال، لا دلوقتي ده احسن حاجة البقر اللزق، بس اعملي حسابك بقى هاتي كمية كتيرة. بصوا بقى الكراتين انا كنت بكتب على كل كرتونة دي للمطبخ مثلا، دي بتاعة النيش، دي حاجات التويلت، دي حاجات التوابل، علشان لما اجي اطلع الحاجة اقسمها. حاجة المطبخ ادخلها في المطبخ، حاجة النيش بشيلها على جنب لحد ما اخلص خالص. ده كان طقم اللي بحط فيه المشروبات، غسلته وسبته يتنشف. سيبيه هنا انا حطيته على طول، يا دوبك غسلته وسبته يتصفى ومسحته، لا سيبيه يتنشف يوم اتنين تلاتة علشان يعني انا مبنصحش بيه حد يغسله ويرجع يستخدمه تاني، ده بروسلين يعني حاجة عاملة زي الفخار. فلازم تتغسل وتتنشف وتتساب تتهوى خالص علشان ما يبقاش فيها اي رطوبة لما تتحط الحاجة فيها تبوظها. وبرضه هلفها بقى، عندي كشاكيل بتاعت مالك كنت بشيلها، كتب قديمة كنت شايلها، كل الحاجات دي نفعتني في ان انا احافظ على الحاجات دي. الحمد لله الطقم ده وصل زي ما هو، كنت حاطاه في كرتونة لوحده. فالحاجات دي انا بنصحكم بيها، انتوا كلكم زي الفل وبتعرفوا تعملوا كل حاجة، بس دي حاجات بسيطة لان في ناس كتير بتنقل دماغها بتقف ومش عارفة تعمل ايه، مش عارفة ازاي تلم حاجتها. انا اول حاجة ابتديت بيها خالص ابتديت بيه النيش، وفضيته وشيلته، شيلته قبلها بفترة. خدوا بالكوا ان يعني لما بتيجي تنقلي من مكان لمكان عايز دايما وقت تعملي فيه حاجة على رواقة، لان دماغك هتيجي في اخر فترة اللي هي قبل المشي بشهر هتلاقي دماغك وقفت. انا عملت حوالي الموضوع ده قبلها بكام شهر، قلت مشيت تمام الدنيا معايا تبقى سهلة اكتر، ولو ما مشيتش هتبقى حاجتي مركونة على جنب مكنتش عايزة استخدم النيش تاني. بس يعني في الحالتين هتبقى اريح ليا. طبعا كلكم عارفين ان النيش بيبقى مليان حاجات غالية، حاجات كلها ازاز، فانا فضلت ان انا اشيل حاجة النيش ده وافضيه في وقت يعني وقت اكون رايقة فيه، وفضيته كله، فضيت النيش. بعد كده دخلت على المطبخ الحاجات اللي انا ما بستخدمهاش بقيت اشيلها، يعني خليت مثلا 3 حلل او 4 حلل بستخدمهم، اطباق، معالق برضو الكمية اللي انا محتاجاها. دي بقى الحاجات اللي في الاخر اللي انا خلاص دي اخر فترة انا كنت بستخدم الحاجات دي فكنت شايلاها. الاطباق الصيني الحاجات دي كلها انا كنت شايلاها على جنب علشان اللهم صل على النبي استخدمه. خلاص بقى ده اخر يعتبر اسبوع او اسبوعين، فكنت بقى بحافظ على كل حاجة. بصوا شايفين ما بين كل طبقة وطبقة انا بحط
الورق ده، وبعدين بجمعهم مع بعض والفهم بحيث لو اتحركت الكرتونة وهم بينقلوا الحاجة الاطباق ما تبقاش فوق بعض وتخبط وترجع حاجة تتكسر لا قدر الله. طبعا محتاجة دعواتكم قوي، ادعولي دعوات كده جميلة زيكم. ربنا يريح قلوبنا جميعا يا رب ويسخر لنا الخير كله. جينا بقى لمرحلة البطرمانات دي ازاز عندي وانا مستخدماها، غسلتها كويس بتاعة تتنشف، حطيت فيها التوابل. انا عامة بحط التوابل الكتيرة اللي هي الكمون، الحصى، الحاجات دي اللي انا زيادة عن الاستخدام بحطها في البطرمانات الازاز دي. البطرمانات بقى اللي انا حاطه فيها التوابل اللي زيادة، وما رحت هناك لقيت ان في بطرمانات مش محتاجاها فرميتها. بس اهم حاجة عندي ان انا حفظت البطرمانات دي بجد حمتني من كارثة حصلت معايا. يعني انا الحمد لله ان انا حاجتي كانت موجودة في البطرمانات التوابل على الاقل. يعني التوابل غالية اليومين دول، والحاجات اللي راحت برضو مش قليلة، بس الحمد لله. يعني برضو في حاجات ما باظتش زي ما يتقال كده، يعني نص العمى ولا العمى كله زي ما بيتقال كده بالمصري. شايفين كل البطرمانات نضيفة وزي الفل، والتوابل بتاعتي موجودة فيها. طقم التوابل فاضي خالص برضو اللي هو الصغير ده، او في حاجات للاستخدام برضو دي شلتها. ولما جيت هنا هو اتفضيتها وغسلتها، لان انا طبعا لاخر يوم او اخر يومين كده كنت خلاص ما بقيتش بعمل اكل ولا حاجة، كنت باكل وبشرب مع والدتي. فشلت بقى كل التوابل والحاجات دي كلها وعنتها على جنب، او تقريبا يا ربي كنت هو كمان شايلاه. هو كمان طقم التوابل شيلته خلاص بقى. المرحلة دي كنت خلاص اخر اسبوع بفضي بقى الحاجات الزيادة دي عندي كلها. ربنا يعين كل واحد ويرزق كل واحد بما يشتاق والله العظيم، يراضي الجميع. اذا كان محتاج عمل ربنا يرزقه العمل، ذرية ربنا يراضي الجميع يا رب بالذرية الصالحة، حياة جديدة ربنا يكتب لنا فيها الخير يا رب. فزي ما انتوا شايفين بصوا انا بقفل معاكم كل حاجة علشان لو حد بينقل دي احسن حاجة صدقوني ان انتوا تعملوها، تبتدوا تشيلوا الحاجات اللي انتوا مش هتستخدموها بعيد عن ايديكوا. خلاص انتي مش محتاجة الحاجة دي فما تسيبيهاش، وترجعي بقى ساعة لما خلاص بقى انتي ماشية وتقعدي بقى تطلعي لا هعمل ايه ودماغك انا اخر اسبوع كان فاضل حاجات بسيطة والله العظيم دماغي عجزت. دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل اسمه ايه ده، حواوشي. حاجة بسيطة وسهلة. واحنا كنا عدد بقى فقلنا بقى نعمل حواوشي، وضربته هنا عندي ونزلنا عملناه عند ماما تحت. ضربنا طبعا بصل كتير يا لمبي زي ما بيتقال. الحواوشي محتاج البصل يعني ألف ب حواوشي يعني بصل. يعني مثلا كيلو لحمة مفرومة عليه كيلو ونص بصل، بيبقى حلو جدا. البصل أصلا في الحواوشي بيبقى طعمه جميل. وطبعا الفلفل حلو جدا، في ناس بتحط إضافات تانية. حطي بصلك وفلفلك. أنا هنا ضربت شوية البصل مع اللحمة، يعني بحط جزء لحمة وجزء ايه بصل واضربهم مع بعض كده. خلصنا البصل خلصنا البصل وادي اللحمة. ما شاء الله عمل كمية كتيرة جدا معانا. دي الأكلة السريعة، عارفة الأكلة السريعة اللي يعني تعملي تنجزي بيها الوقت. لأن احنا يعني الفترة دي ما فيش وقت خالص. انتي بتبقى يا هتعملي أكل يا هتشيلي حاجات، وبالأخص ان انتي لأ أنا كانت دماغي عاجزة. وكنت طول الوقت اكتر حاجة كنت بدور عليها كراتين كراتين، الف ب امشي في اي مكان كراتين. دي بقى خلطة التوابل الحواوشي يا ربي جبتها جاهزة. بس طبعا لازم احط عليها 3 4 مكعب مرقة دجاج، واحط سنة من الملح. ناخد بالنا من الملح طبعا اكيد على حسب ذوقي الاول. التوابل لو محتاجة ملح ما تحطيش مرقة دجاج كتير او استغني عن الملح خالص. وانا كمان بحط معاها معلقة من العسل. انا مش عارفة ظهرت هنا في الكاميرا ولا لا. وبعدين مكستهم كلهم مع بعض واخدت جزء ضربته في الكبة كده احسن كتير.
بيختلط البصل بالمفروم، وبعدين بقى نرجع نحشي بقى. بصوا انا زمان كنت بمسك اللحمة رغيف العيش ادهنه بسمنة او بحاجة. فانا دلوقتي لا ما دهنتوش يعني، مش طول الوقت بدهن يعني عادي، لان انا كده كده هحط العيش في الفرن او هقليه من فوق على الطاسة، فهيبقى فيه زيت. في برضو خطوة انا بعملها، بحط معاه يابوش اللي هو الدهن، يا اما بحط معلقتين سمنة، يا بحط اي دهون عندي ليا. الليا بقى بتحول الحواوشي بتخليه في حتة تانية. بس ما شاء الله يعني بتعمليه وسهل. وممكن تسيبي رغيف العيش تحشيه كده وتحطيه في الفريزر كمان وتطلعيه، يعني ما بين كل رغيف ورغيف بتحطي كيس بلاستيك عشان ما يلزقش في بعض، والعيش كمان ما يبوش معانا، يعني يبقى طري كده وينز ميه. لا هو يطلع من الفريزر ياخد ربع ساعة كده، يفك حاجة بسيطة، وبعد كده يتحط بقى في الفرن. طبعا اللي وصل معايا لحد هنا يعني فضلا وليس امرا، ما تنسونيش في لايك وشير وتعليقاتكم الحلوة الجميلة. يعني عايزة محتاجة دعواكم جدا، وعفوا لو صوتي متغير. شكلي واخدة دور برد، وغالبا بصور الفيديو ده وانا لسه صاحية من النوم. طبعا الفيديو ده متصور بعد فترة، يعني الفيديو موجود بس انا اللي مسجلة عليه صوت بعد فترة طويلة لحد ما استقريت في المكان اللي انا موجود فيه. طبعا كلكم ملاحظين مفيش صوت الديك، خلاص الديك بقى باي باي، ابتدينا حياتنا حياة جديدة. محتاجة دعواكم فيها قوي. اكتبولي ربنا يكتب لي الخير في اي مكان انا اروحه. طبعا بقى شايفين الحواوشي بتاعنا ما شاء الله جميل. يطلع من الفرن يتحط على مصفى يتصفى، وبعدين حطيه في الحلة وغطيه هيبقى طري. مش عايزة تحطيه في الحلة، سيبيه كده في الهواء هيبقى كريسبي وحلو قوي. اتمنى لو فيديو اليوم عجبكم ونال اعجابكم، ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب. محتاجة دعواتكم كتير قوي، واشتراكوا في القناة. اشوفكم في فيديو جديد.